سعيد اول ان انت مره واحده تصحى تبقى بتفطر في مكان الفلاني، او معاك العربيه المرسيدس ومعاك الشقه الفلانيه ومعاك الجديانه اللي بتلمع مش اللي هي بتصدي بعد اسبوعين. انت عايز تعمل كده، عايز تفتح برجل من الفقر تطلع لسكه الجني جنني، قاعد على حو حلو مش شاغل دماغك باي حاجه، هتسعى على كابوس اوله الماضي اللي انت عمال تندم عليه، ماسك اهلك عمال تجلد ذاتهم وصوتك قد كده في المنور سامعه. انتوا ما عملتوليش حاجه، انتوا فيكوا، انتوا عليكوا، ده عيشه فلان، ده عيشه علان، واهلك غلابه ما باليد حيله. هيعملوا ايه اللي في ايديهم عملوه. والحاضر اللي انت عايشه دلوقتي قاعد عمال تسكرول على السوشيال ميديا وعمال تتفرج على الناس وعلى العيشه والدنيا، اديك ضيعه على عيشه فاضيه وانت شايف الحياه بقى ايه وردي. اللي هو بقى ايه الفرق بتاع جيل زمان وجيل دلوقتي. جيل زمان اللي هو احنا مثلا جيل التسعينات، انا راجل كان معايا تليفون الدمع، كنت بمشي في الشارع ماسك التليفون كده عشان اعلي السماعه واحطها جنب ودني، كانت الدنيا مقفوله على بعضها، في خصوصيه فيه وكل واحد ماشي بقضيب ترماي. القضيب الترماي ده عباره عن حياته، ماشي قدامه هدف، اخر محطه هي الهدف بتاعه، فبيسعى له وبيجري عليه، بيشقى وبيتعب وبيتمرمط. وجيلنا اللي انا واحد منه، اقسم بالله وقفت على حمام كنت بدي مناديل، اشتغلت بتاع قصب واتمرمطت وبقينا نشيله جونيا اللي تحتيها زباله ما تطقش ولا تتعاش وريحتها تقرف الكلب، بس الجنيهين اشتغلت محار، اشتغلت بنا ومناول، مصلحه يوميه ومش عارف ايه. اليوميه زغللت عيني، ببص لقيت مكنه جايه من المانيا كبيره مليانه شحم ومرمطه، مطلوب منك ان انت تمسك حته خرقه وتملى بالجاز وتقعد تلمع لحد ما دي تبقى بتبرق عشان 3 برايز من صباحه ربنا لحد مساها عشان 20 جنيه. فانت جايبها منين؟ جايبها من الخندق، مش جايبها من تحت. يعني ده تحت، انت حفرت ونزلت من الخندق، جبت من تحت الصفر عشان تعلى درجه درجه درجه، عشان تتعب وتشقى وتعرق ويطلع عينك وتتمرمط، عشان لما توصل للهدف اللي انت عايزه تحس بقيمه تعبك، تبقى قاعد كده يا على دي رحله، دي رحله قاسيه بس في الاخر وصلت. لكن